ستادي ده وايه لازمه الفكره دي؟ مبدئيا كيس ستادي بوزيتيفست كلمه انا بصراحه كشخص يعني شايفها كلمه ملهاش اي ستين معنى، وكلمه كيس ستادي كانتربريتيف وارده اصلا. يعني حتى فكره الكيس ستادي متناسقه قوي 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 مع الانتربريتيف، لان احنا بنقول رياليتي ديفرنت من بليس لبليس، صح؟ والناس بتفهم فاحنا بنفهم منهم. ففكره ان انت تقول كيس ستادي انتربريتيف مقنعه اكتر ناس كتير جدا من كيس ستادي بوزيتيفست. فعشان كده الانتربريتيف كيس ستادي ظهرت في الستينات تقريبا لما ستيك بدا يتكلم، بينما البوزيتيفست كيس ستادي ظهرت حديثا يعني تقريبا في الثمانينات في التسعينات في الرينج ده. الانتربريتيف كيس ستادي منطقيه، الحياه تختلف من مكان لمكان ومن ظروف لظروف، رايح افهم السوشيال كونستراكشن اوف رياليتي، افهم الرياليتي في الكونتكست بتاعتها بالظروف بتاعتها، وكل كيس ليها حالها ومالها وناسها، مفيش مشكله. لكن انت عشان تقول لي كيس ستادي وتبدا تتكلمي على حاجه اسمها جنراليزيشن، نبدا هنا مليون علامه استفهام. مش انت بوستيفيست بقى؟ مش انت ذكر وعامل لي بوستيفيست؟ تعالى بقى، ازاي بوستيفيست بيتكلم على جنراليزيشن؟ بوستيفيست ده عنده سيري وعنده الاكسبكتشر ويبني عليها فرضيات ويخش يختبر. طب السيري هتستخدم ازاي دلوقتي؟ هختبر ايه وانا اصلا عندي سامبل صغيره قوي يا جدع؟ ده انا بتكلم كيس يعني مدرسه واحده فصل واحد كده يعني. حتى احصائيا مش هتضرب معاك، يعني انت عشان تعمل اي تحليل احصائي محتاج لك عينه مثلا 40 50 60 80 100 500 الف عشان يبقى ليها معنى. مش فاهمها شويه دي، تيجي زي ثيري في البوزيتيفست دي، تيجي بعد كده ما انت بوزيتيفست بقى كلمني بقى على الريلابيليتي والفاليديتي. مفاهيم دي كده عجيبه قوي قوي قوي. الانتربريتيف احنا قلنا عليها في الديزاين ان انا اضمن ان انا فاهم صح، وهل انا اقدر استخدم كلمه ريلابيلتي وفاليديتي بتعمل بوزيتيفست بشكل بوزيتيفست مع كيس ستادي؟ ايه يا جدع ده؟ في الكونسبت دي كلها انا مش عارف هتستخدمها ازاي دي في البوزيتيفست دي. يعني انت عايز تقول لي ايه دلوقتي؟ انا تهت يا عم امجد منك. انتربريتيف منطقي ان الريال تختلف من مكان لمكان، ان السيري اصلا بتيجي في الاخر، وانا اصلا مش هدف ان انا ابني سيري اساسا، انا راح افهم الدنيا ماشيه ازاي وراح افهم وجهه نظر الناس، فطبيعي ان انا امسك كيس معينه واقول الست ديت اللي في السجن دي دخلت السجن دي، فاروح اكلمها وافهم منها ظروفها ايه. منطقي. لكن تيجي تقول لي بقى الستات كلها بتفكر، لا انت كده صعب قوي، انت مش هتروح تكلم الستين ثلاثه وتعمم يا جدع. في هنا جاب كبيره قوي في التفكير، وعشان كده ين عمل اختراع للبشريه، عمل كيس ستادي بشكل بوزيتيفست. فهل ده اداني كومبيلنج يعني ايديا كده راشنال ان انا ابني عليه ريسيرش؟ فتعالى نشوف عبقريه ين في التفكير، ازاي صمم واتعملت ازاي التفكير بتاعه والمنطق بتاعه ان انا اعمل كيس ستادي. يعني ايه كيس ستادي في تفكير ين؟